توكلت على الله وعلى بركة الله وبركة بسم الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل فتة الخل والثوم والرز الأبيض المفلفل، وكمان معانا الكوارع. طعمها حلو جدا جدا، طريقتها سهلة وبسيطة من غير ما تغليها وترمي ميتها وترجعي تغلي تاني والكلام ده كله لأ. حلة واحدة هنعمل فيها الكوارع وحلة الرز، وصينية هنتشقلب فيها بقية الوصفة. بس قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. هجيب البولة بتاعتي وهحط فيها كده مقدار عصير ليمونتين. لو الليمونة بتاعتك كبيرة أوي هتبقى كويسة إن شاء الله. هحط كده عصير الليمون وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من الملح، مليانة طبعا، عليهم معلقتين كبار هرمية من الدقيق، الدقيق اللي احنا بنستخدمه العادي، ربع كوباية من الخل. وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل عليهم بشوية مية عشان أخفف بيهم المحلول اللي احنا هننقع فيه الكوارع بتاعتنا، علشان نقضي على أي زفارة أو ريحة مش كويسة، أعزكم الله، فيها يعني. قلبت كل الحاجات مع بعضها بالشكل دوت، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ننزل بالكوارع بتاعتنا. احنا جايبينها كده من عند الجزار متقطعة ومتكسرة بالشكل ده. أنا بس شطفتها بشوية مية وهبدأ أحطها في محلول النقع اللي معايا ده. عايزة أقول لكم أنا حطيت عصير ليمونتين زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو مكسرها لنا كده بالطريقة دي، فلو لقيت أي حاجة بالسكينة كده ممكن تجرديها جردة بسيطة، يعني لو انت قلقانة تخرجي منها أي حاجة يعني. هجيبها بقى ونحطها في المحلول بتاع الملح والدقيق والليمون والخل والمية بالشكل ده، وهننقعها في المحلول ده من نص ساعة لساعة كاملة. لازم تتنقع في المحلول ده الساعة أو نص ساعة يعني على الأقل. هتطرد الزفارة اللي فيها، هتبقى ريحتها كويسة جدا إن شاء الله. المطيبات اللي احنا حاطينها في المية هتقضي على أي ريحة مش كويسة في الكوارع. بعد ما بيعدي عليها بقى النص ساعة أو الساعة على حسب، يعني أنا سبتها مدة كافية، هنشطفها كويس جدا جدا في مية جارية ونصفي منها المية. في الحالة اللي نبدأ نستخدمها هسخنها كويس زي ما انتوا شايفين، وهحط فيها معلقة كبيرة مليانة من السمنة، وهبدأ أقول بسم الله وانزل بالكوارع بتاعتي بالشكل ده علشان أديها صدمة. أبدا مش هغليها وهكب مية والكلام ده، لأن الغلوة اللي انت بتغليها دي وترجعي تكبي المية وترجعي تملي مية من جديد وتسلقيها، انت كده فقدتي قيمة غذائية كتير قوي. يعني في المية اللي اترمت دي فيها قيم غذائية عالية جدا في خسرتيها انت من الكوارع. فاحنا بنعمل الحركة دي وصدقيني والله لا هتشمي ريحة زفارة ولا طعم غريب ولا أي حاجة. احنا كده كده نقعناها، اتخلصنا من كل الروايح اللي مش كويسة فيها في محلول النقع اللي قبل ده واتشطفت كويس. هشوحها زي ما انتوا شايفين في معلقتين السمنة دول، وبعد كده هنزل معايا بجزراية متقطعة شرايح، بصلاية متقطعة 4/4، وطماطماية كمان. في التطعيمات دي هنقلبها أو هشوحهم مع بعض حوالي ربع ساعة تقليب كده، أشوح كويس أوي أوي علشان كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي تتشرب مع بعضها. هقلبها وهي مع الطماطم والبصل والجزر الأول 10 دقايق، وبعد ما يعدي 10 دقايق هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا. معايا ورق لورا 3 فصوص من الحبهان، دقيهم كده عشان يطلعوا النكهة بتاعتهم وحطيناهم. معايا هنا معلقة صغيرة مليانة من بهارات اللحمة. هننزل كمان بنص معلقة صغيرة من الكمون، ما تكتريش كمون عشان ما يمررش معاكي. معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، وربع معلقة صغيرة من الكبابة الصيني المطحونة، ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة، نص معلقة من القرفة البودرة. هتفرق جدا معاكي القرفة البودرة هنا في الكوارع، والجنزبيل كمان هيختزلوا أي ريحة موجودة مش مستحبة، وفي نفس الوقت هيدوها طعم رائع إن شاء الله. عدى ربع ساعة كده بعد ما شوحت فيهم الكوارع مع البهارات والتطعيمات الخضار بتاعنا، هنزل عليهم كده بمية مغلية. وهنا يا جماعة مهم جدا ان المية اللي هتزودي بيها الكوارع تكون مغلية عشان ما تعطليش السوا بتاعها. وهقلبها كده. الريم اللي طلع على الوش ده ما تخافيش، ده مش ريمة زفارة ولا حاجة، ولكن دي الريمة بتاعة تشويح الخضار مع السمنة مع الكوارع. هغطيها كده وهسيبها لمدة ساعة تستوي مع نفسها كده براحتها خالص. وعلى ما تستوي تعالوا نعمل الصلصة. صينية أو طاسة هنزل فيهم بمعلقة سمنة، وعليها هنزل بمعلقة كبيرة من التوم المفروم. هديله تقليبة كده، ريحته بدأت ما شاء الله تطلع شوية. هروح جاية نازلة عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة ناعمة
كزبرة ناشفة مطحونة بتفرق جدا 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 في الطعم. طبعا احنا في الوقت ده قايدين على الكوارع بتاعتنا، حطينا كده الكزبرة الناشفة وهديها تقليبة سريعة علشان ما تتحرقش، يا دوب تحميصة بس تشم النار تطلع نكهتها الأصلية، لكن ما تزوديش عن كده عشان ما تتحرقش وتبقى طعمها وحش. يا دوب عملت بقت ذهبي كده، هنزل هنا معايا بلتر من عصير الطماطم. عصير الطماطم انا ضرباه كويس جدا، ولو انت الخلاط بتاعك ما بيطحنش قوي بعد ما تضربيها يا ريت تصفيها. سبتها غليت ربع ساعة وتيجي بقى نشوف الكوارع، ما شاء الله عملت شوربة حلوة قوي. ده بعد ما عدى عليها ساعة. هاخد منها كبشتين على الصلصة، هتغلي غلوة كده وهطفي على الصلصة وهرجع تاني للكوارع بتاعتنا، هغطي عليها وهكمل فيها تسوية على ما اعمل الرز الابيض المفلفل. في حلة هضيف كده حوالي معلقة كبيرة من السمن البلدي، وعليهم مثلا 3 4 معالق من الزيت، وهنزل بالرز اللي انا غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وهبدأ اشوح فيهم كويس قوي قوي مع بعض، وبعدين هنزل بمعلقة الملح وهرجع اشوح فيهم كويس جدا جدا، وبعد كده هزوده بالمية المغلية وهيسيبه يغلي 4 دقايق على نار عالية، وبعدين اهدي النار خالص عشان يتستوي مع بعضه ويتشرب كده ويبقى معايا مفلفل. حبيتي تضيفي 3 ورقات لورا بيبقى حلو جدا كمان. نرجع بقى للكوارع بتاعتنا ونسيب الرز يستوي على مهله. هنا بعد ما عدى حوالي ساعة ونص على الكوارع، زي ما انتم شايفين ما شاء الله انا طفيت عليها، سبتها بتاع نص ساعة كده علشان تاخد وتدي مع الشوربة على الهادي، فتبقى معايا زي الزبدة. لاحظوا ان احنا ما حطيناش الملح، الملح كان هيعطل لي تسويتها وهتاخد معايا وقت طويل جدا. انا هنا عملتها في حلة الضغط، انتي في الحلة العادية هتاخد معاكي وقت اطول شوية. دلوقتي هبدأ اضيف الملح بتاعي بعد ما هي استوت، يعني هي كده يعتبر استوت اصلا. ضفت لها الملح ودقتها، ظبطت ملحها وتمام جدا معايا، رحت مغطياها وسبتها كمان ربع ساعة او نص ساعة علشان تتشرب من الملح وتبقى طعمها حلو. كده بقت معايا تمام وزي الفل، اهي استوت اهي، بصوا ما شاء الله ما شاء الله زي الزبدة والله. ريحتها حلوة قوي، طعمها حلو قوي قوي قوي، مش عايزة اقول لكم قد ايه، انا مش قادرة امسكها بايدي بصراحة، انها سخنة جدا. هنا في الصلصة بقى اللي احنا عملناها، بعد الصلصة ما غليت شوية واتسبكت كده، رحت حاطة الكوارع فيها وحطيت عليها شوية من الصلصة ودخلتها الفرن اتشمعت، عشان طبعا انا ملحقتش اصور لكم الفتة، كان في ظرف طارئ حصل، فالحمد لله على كل حال. فانا هشرحها لكم طريقتها سهله خالص. انا بعد ما الكوارع اتشمعت تحت الشوايه في الفرن، رحت شايلاها وحطها في طبق على جنب. طبعا فضلت الصينيه زي ما هي وفيها بواقي الصلصه والبهاريز بتاعه الكوارع، مكان طبعا ما احنا كنا حاطينها في الفرن. يبقى احنا ايه، خدنا الكوارع في التسبيكه وعليها شويه من التسبيكه ودخلت تحت الشوايه، خدت اللون الحلو ده، خرجناها، شلت الكوارع وحطيتها في طبق جانبي، وخدت الصلصه في نفس الصينيه اللي احنا اشتغلنا فيها، كان لسه فيها بواقي مع البهاريز، حطيت فيها شوية صغيرين من الشوربة بتاعة الكوارع وبدأت تغلي كده، ظبطت طعمها وحطيت عليها ربع كوباية من الخل، او مقدار معلقتين 3 كده من الخل، بيخليها طعمها حلو قوي وريحتها احلى. غليت مع بعضها، وده كان عيش بلدي عندي كنت انا مقطعاه. اول ما الشوربه غليت وظبطتها وبقت تمام، رحت حاطه العيش ده فيها، يا دوب خد غلوه واحده غطسته كده وظبطته، طفيت النار ورحت مغطياه وسايباه لحد ما شرب الشوربه كلها تماما. وبعد كده جبته زي ما انتم شايفين وبدانا نقول بسم الله، وننزل عليه بالرز الابيض المفلفل اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني بصوا كله في حاجة واحدة، نفس الصينية اللي عملنا فيها التسبيكة وشمعنا فيها الكوارع، هياها اللي احنا حطينا فيها الفتة وسبناها زي ما هي، حطينا طبقة الرز على الوش وبعدين رصينا كده الكوارع زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وبقية الصلصة طبعا كنت عاملة كمية كبيرة، كنت واخدة منها شوية على جنب عشان نبقى نحطها جنب الأكل، حطيتها زي ما انتم شايفين كده، وكله أحلى كوارع بألف هنا وشفا. ورصي بقى الأكل بتاعك وقدميه، حطي كده بولة فيها صلصة التوم وبولة فيها شوربة الكوارع مع الصينية اللي فيها الفت والرز والكوارع كده، وبصوا بقى ما شاء الله الفت زي الزبدة والرز مفلفل وناعم وطعمه ما شاء الله حلو قوي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. رمضان داخل علينا وهتبقى حلوة جدا في العزومات. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نختم الباقيات الصالحات ونصلي على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.